انا مسمي الحلقه ديت طه دسوقي الحربايه. ليه حربايه؟ لانه وصل بصراحه او وصلني ايه اللي انت، ايه الاداء الخرافي دوت من اول حلقتين في مسلسل حاله خاصه. انا شايف اداء يفوق الواقع. يعني حرفيا شخصيه المتوحد ياما اتعملت في مسلسلات كتير من احصاره ومسلسلات كتير، ولكن في المسلسل ده بالذات وحلقتين بس هو بيشد انتباهك في كل مشهد بيطلع فيه عشان تشوف رد فعله وبتفضل منتظر. واصل بيها المرحله ان انا قلت اللي حواليا اسكتوا لحد ما المشهد يخلص، بالذات المشاهد اللي بيكون فيها طه دسوقي بيتكلم. شخصية حسن الروس اللي هو المتنمر والرخم والمتطفل واللي بيسرق أفكار غيره واللي بيجي على المتوحدين أو بيخلي مرحلة علاجهم بتبقى صعبة شوية. موضوع التوحد هو مش موضوع سهل، هو موضوع ناس كتير هتعاني منه مستقبليا بسبب الأطفال اللي بتمسك موبايلاتها كتير وبتفضل تقلب فيها ودايما طول الوقت مسحول، ما تلاقوش مندمج او اجتماعي مع العيال في الشارع او اجتماعي مع الاولاد بتوع العيله والكلام ده. الطفل المتوحد بالذات بيوصل لمرحله في حياته او بياخد شك في حياته، وده اللي حصل مع طه دسوقي لما خد الشك، او انه نقدر نقول مثلا نسميه نديم نفكنا من طه دسوقي. ده اللي حصل مع نديم في المسلسل، خد الشك بتاع امه لما ماتت ومين هيقف معاك، وحب ان هو يساعد غيره. فكرة في المسلسل حرفيا تؤدي او تخلينا نفتخر بشاب زي طه دسوقي او شاب زي نديم دوت، ان هو وصل مرحلة الشك الواقعي اللي احنا فيه، انه بيوصل المتوحد دوت انه بيتحدى نفسه. بيتحدى نفسك ان انت عايز توصل لحاجة محدش متوقعها، بتحدى نفسك ان انت عايز تثبت وجودك في المجتمع اللي انت فيه او تظهر بايا كانت الصورة. طبعا اغلبية المتوحدين مفيش حد فيهم بيتجه لسكة التسول. ممكن اغلبيتهم او مش اغلبيتهم والله الا من رحم ربي، يعني حاجات ناس عدد قليل ممكن يتجه لاتجاهات مش كويسه، ولكن في المسلسل هنا هو بيلعب لك على الشق الجميل، بيلعب لك على الشق المحترم او الشق الانساني دايما، وعلاقه ومش عارف ايه وعلاقه البت اللي هي الفلسطينيه اللي هي رام الله معاه. الاب اللي مش ابوه لكن هو متبنيه نفسيا ومعنويا صاحب المكتبه. القصه والقضيه بتاعت المسلسل اللي داير بيها وان هو بيوجد الحلول لان ذكائه يفوق الكل. عندك نقطه تانية برضه لما دخل مسابقه مع احمد امين وحاول يوصل مرحله البرود ببرود، رد عليه كده حرفيا. انا عجبني قوي اداؤه في المشهد بتاع من سيربح المليون وده السؤال الاخير، وده قال له انت مش عارف قلت الكلمه دي 885 مره افكار شابول اللي كاتب المسلسل. وده رايي في اول حلقتين من مسلسل حلقه خاصه بتاع طه دسوقي اللي بيناقش قضيه التوحد. واخوك الدولي بيمسي عليكم وبيقول لك ما تنساش اللايك والاشتراك والسبسكرايب يا رايق. سلام.